اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل الخلق وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. صباح الفل، صباح الورد، صباح الياسمين. زيكم يا أحلى متابعين في الدنيا، يا رب دايما تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض طاجن المعمر أو صينية المعمر. هنعمله من كتر حلاوته، اللي هيدوق هيقول ده فلاحي على أصوله. طعمه يجنن وجميل قوي قوي، وهقولك على التسوية الصح، وهقولك ازاي يكون مفلفل وازاي يكون ماسك في بعضه. هقولك تعملي ايه بالظبط. يلا بينا مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. معايا هنا كوبايتين رز، غسلتهم كويس قوي قوي ونقعتهم 3 ساعات. طبعا انا مش عايزاه مفلفل، عشان كده نقعته في المية. لو هتعمليه مفلفل يبقى تغسليه وتحطيه في الصينية على طول. بعد كده صفيتهم كويس قوي في مصفى، وجبت صينية زي ما احنا شايفين وحطيت فيها كوبايتين الرز. الصينية دي مناسبة للكوبايتين الرز، لو عملت اكتر يبقى صينية كبيرة لان الرز ده بيزيد. ونزلت عليها بمعلقة ملح. لو انت عايزاه مسكر يبقى بتحطي على الكيلو الرز 4 معالق سكر. لو انت عاوزاه ملح هي معلقة ملح صغيرة جدا على اي كمية، ما تكتريش. الخطوة اللي بعد كده الحليب بتاعك بيكون سخن نار، يعني ما تحطيش الحليب بتاعك تطلعيه من التلاجة وتحطيه او تحطيه بارد. سخن نار من الحلة على الصينية على طول. شايفين القشطة بتاعته قد ايه؟ يعني الحليب ده بخيره، مش منزوع منه القشطة. حطيت في الرز كمية حلوة، يعني كمية الحليب اللي انتوا شايفينها دي 2 كيلو. الصينية دي بتاخد 2 كيلو حليب، ولسه في شوية صغيرين هحطهم بعد كده. قلبي كويس قوي قوي الملح مع الرز مع الحليب. وجبت السمنة البلدي اللي انتوا شايفينها دي سمن بلدي بقري، انا اللي عاملاها. جبت قشطة وسيحتها وبسيبها في التلاجة. لكن لما يكون في عندي بحط سمنة بلدي في الدولاب بتاع المطبخ. ليه؟ علشان لما اكون محتاجة اقلب ايد اعمل حاجة فبحط حاجة بسيطة في برطمان صغير. اما اللي هي الحاجات الكبيرة دي بحطها في التلاجة واسحب منها. قطعي كده يعني قيمة 4 5 معالق حلوين كده، عشان هي دي اللي هتديها الطعم. طبعا السمن البلدي مع القشطة بتاعت اللبن مع اللبن يعني ميكس خطير وهيدي طعم حلو. شايفين انا بوريكم السمنة اللي انا عملتها شكلها ايه؟ جميلة جدا جدا وشكلها حلو، ما فيهاش اي شوائب ونضيفة جدا وريحتها، يعني عاوزة اقول لكم ريحتها تحفة جدا جدا. قلبي كويس قوي، هتلاقي السمن يسيح مع الحليب لان احنا طبعا حاطين الحليب مغلي. دخلتها الفرن على درجة حرارة 200، اخدت مني ربع ساعة. وبعد ما تطلعيها من الفرن غطيها بس دقيقتين 3 عشان الوش بتاعها ما يكونش ناشف، عشان يطرى كده من البخار بتاع الصينية. وده شكلها بعد ما طلعت من الفرن، لونها وردي. ما شاء الله، كان طعمها جميل جدا جدا. يعني عاوزة اقول لكم ان كانت ريحتها في الشقة كلها. وبلاش تحرقي الوش بتاع الصينية، عشان انت لو حرقت الوش ما يمررش منك. اخدت في الفرن بس ربع ساعة. حطيتها في النص في الرف الوسطاني على درجة حرارة 200، وشغلت المروحة. وطبعا حمرت من فوق ومن تحت، وكان ريحة وطعم فلاحي 100%. شكلها كده يعني حاجة فاخر من الآخر. عملنا صينية الرز المعمر بطريقة سهلة وبسيطة ومقادير مظبوطة. عاوزة تعملي بقى الرز المعمر تحطي فيه كبد وقوانص، عايزة تحطي فيه حمام، اي حاجة تحطيها فيه، ما هو اسمه معمر عشان كده. طريقة تحضيره مفيش اسهل منها، لكن الاهم يا ست الكل طريقة التسوية، مقاديرك تبقى مظبوطة. وكتري كده الحليب، يعني اديله حقه عشان يطلع طعمه حلو قوي. وما تضيفيش ميه، انا ما بضيفش ميه خالص. لو عاوزه الرز بتاعك يبقى مفلفل ممنوع تنقعيه في ميه. اغسليه وحطيه على طول في الصينيه، وبعد كده انزلي عليها بالسمنه والملح، ودعكي فيه بايديكي كده بتاع 5 دقايق. بعد كده انزلي بالحليب بتاعك يكون مغلي، وانزلي بحتة قشطة لو عندك برضو حطيها في الرز قبل ما تنزلي بالحليب. بعد كده دخليه الفرن على درجة حرارة 200.
وطعمه جميل جدا جدا، وزي ما احنا شايفين وش الصينية لونها وردي. جربوه هيعجبكم جدا، وطريقة تسويته ووشه طري وحلو قوي قوي. اتمنى تكون وصفة النهاردة عجبتكم، ولو عجبتكم الوصفة لايك وشير واشتراك للقناة، وفعلوا الجرس على كلمة الكل عشان يوصلكم كل فيديوهاتي. باي باي.